الفيديو اللي فات اتكلمنا عن واحد عمل علاقة مع صاحبته، وقلت ان اخر خطوة يعملها ان هو يكون بيعمل اختبار لنفسه من الايدز او اي امراض تانية بتنتقل من خلال العلاقة. ولو انت لسه ما شفتش الفيديو اللي فات انت ممكن تشوفه من الاي اللي هنا. ولو عندك مشكلة او اي سؤال عايز تسأله لي انت ممكن تبعت لي على صراحة، وهتلاقي اللينك موجود تحت في الديسكريبشن او هتلاقي في التعليقات، وهسيب لك كمان الانستجرام بتاعي والتيك توك لو انت عايز تسألني اي سؤال او عايز تتابعني هناك بدون تجريح. سؤال النهارده بيقول ايه هو مرض الايدز اصلا؟ الحقيقه السؤال ده حلو جدا، وقبل ما اقول لك السؤال حلو ليه ما تنساش تعمل لايك وشير وتتابعني عشان ما يفوتكش كل جديد. فعلا اللايك بيفرق معايا جدا، فما تنساش اللايك لسببين: اولا عشان اللي مش عارف يعرف، وثانيا عشان اللي عارف المرض بيجي منين وبيستهين بيه ويعني مكبر دماغه عن الموضوع ومستمر في اللي هو بيعمله، يعني يبقى زي رساله تحذير او تنبيه ان خد بالك يعني ممكن يجيلك. بص، باختصار شديد جدا، هو فيروس نقص المناعة بيسبب مرض الايدز، وللأسف المرض ده ملهوش علاج طالما دخلت جسمنا. طيب بيدخل جسمنا عن طريق ايه؟ بيدخل جسمنا عن طريق 3 حاجات: اولا عن طريق الدم، ثانيا عن طريق السائل المنوي، ثالثا عن طريق الافرازات المهبليه. وطبعا الطريقتين اللي فاتوا ده بيحصل من خلال ممارسه الجنس اللي احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عنها، او ممكن يتنقل من الام الحامل لطفلها قبل الولاده، او لو الناس استخدمت سرنجات حد استخدمها قبل كده كان مصاب بالفيروس ده. وحتى الجنس الفموي بيشكل خطوره في انتقال المرض. الفيروس بيهاجم الجهاز المناعي اللي في جسمنا اللي هو وسيله الدفاع ضد الامراض، ولو المصاب بالفيروس ما خضعش للاختبار ممكن الفيروس يكون موجود عنده وهو ما يكتشفهوش لغايه ما جهازك المناعي بيبدا ينهار، وهنا بيحصل الايدز لما جهازك المناعي بينهار تماما. الناس اللي عايشين بفيروس نقص المناعه بيعانوا من مشاكل صحيه كتيره. الفيروس نفسه مش بيموت، لكن بعض الامراض او خليط منها هو اللي ممكن يموت، واقول لك على شويه امثله ليها وانت بقى دور بعد كده عشان في حاجات كتيره جدا. اولا الالتهاب السحائي، ثانيا الالتهاب الرئوي، ثالثا السل. هم دول اللي ممكن يموتوا المصاب بيه لان جهازهم المناعي مش قادر يقاومهم. وفي اعراض معروفه للشخص المصاب بفيروس نقص المناعه زي ايه؟ التعرق الليلي المستمر، الاسهال وتورم الغدد، والقروح اللي مش بتشفى. مهم انك تعرف ان الفيروس مش بيتشاف، ومش ممكن نعرف الشخص المصاب بيه من خلال الشكل كده، علشان كده كل شخص مارس الجنس خارج الجواز ممكن يكون مصاب بيه. فبلاش ممارسة قبل الجواز، لان اولا انا اكيد مش محتاج اقولك انه غلط وحرام وربنا بيكون متضايق جدا من حاجة زي كده، لكن ثانيا علشان انت هتأذي نفسك بحاجة زي كده، وممكن تأذي كمان الشخص التاني، وممكن تأذي طفل صغير يتولد بحاجة زي كده. فبلاش وخد بالك من نفسك. بس كده يا سيدي.